الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل الاكلير. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. والمكونات بتاعته والمقادير زي ما احنا شايفين. هنا عندي كوبايتين ونص دقيق، كوبايتين ونص مية، معلقة سكر، ذرة ملح، وهنا 200 جرام زبدة على زيت، وخمس بيضات. وهنحشي ان شاء الله بالكاستر الجاهز. وهنبدأ دلوقتي. أول حاجة هنعملها هنحط المية أول حاجة كده كوبايتين ونص، والسكر والملح والزبدة والزيت زي ما قلنا 200 جرام زبدة على زيت. وهناخدها على البوتاجاز نخليها تغلي. وهنقلب المكونات مع بعض لحد ما تغلي. لازم تاخد كام غلوة كده، ما نحطش الدقيق على طول يعني مجرد ما تغلي، لا لازم تاخد كام غلوة. الزبدة والزيت يعني كل المكونات، السكر بنسيبها تغلي حبة وبعد كده هنضيف الدقيق. ودلوقتي هندخل الدقيق على بال المية ما تغلي. ودي المية بدأت تغلي اهي، شايفين ازاي تاخد كام غلوة كده. بس خلي بالنا منها ان الزبدة فيها طبعا نسبة من اللبن فهتفور. دلوقتي هنزل الدقيق بسم الله. بس هنبدأ نقلب لحد ما تتكون معانا عجينة. وبرضو ما بننزلهاش على طول، بنديها يعني تقليبة كده على النار. ما ننزلهاش على طول مجرد ما تتكون معانا عجينة، لا نفضل نقلب فيها كده حبة اهي لحد ما تنعم معانا. والكزرونة او الحلة اللي بنعمل فيها نعمل طبقة بيضة تحت قلب كده اهي. شايفين عملت ازاي. كده على النار. شايفين الطبقة اللي عملتها دي من تحت، هي دي كده بتبين لك ان كده خلاص. ننزل بقى العجينة. دلوقتي هفضي العجينة هنا اهي بالشكل ده كده، وهنفردها بقى عشان تبرد، لانها لازم تبرد خالص عشان لما نضيف البيض ما يستويش فيها اهي. بس كده هسيبها تبرد ونبدأ نعمل الكاستر. دلوقتي هنعمل الكاستر. انا هعمل كيسين، فهحط لهم 4 كوبايات لبن. بنحط 3 في الكسرونه اللي هنعمل فيها، وواحده هندوب فيها الكاستر اهو كده 3. وهنا دي الرابعه اهي. وهحط هنا كوبايه. ودلوقتي هضيف السكر. هنا انا حاطه لكل كيس 4 معالق سكر. وهضيف السكر كده واقلبه. وهوديه على البوتاجاز ونقلب الكاستر. دلوقتي هفضي الكاستر واقلبه بالراحه كده بسم الله.
ودلوقتي هضيف الكاستر على اللبن زي ما احنا شايفين، وهفضل اقلب. بيتقل معانا على طول، هنقلب حبه كده بس كده خلاص. بس كده هغطيه بقى ونكمل في الاكلير ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان. ودلوقتي هفضيه هنا، هي بردت. هفضي العجينه هنا كده اهي، وهنحاول نجرب بقى. دي اول مره استعمل العجان، دي اول مره استعمل فيها العجان بتاع المضرب، فهنشوف. العجينه بردت تماما، وانا كسرت البيض هنا اهو، بالبيضه بس خلاص. هضيف كمان بيضه وهنزلهم بالواحده كده، كل ما واحده تتشرب هنزل التانية بس عشان صوت المضرب. بس كده خلاص المضرب. وهعجن بس كده المضرب عشان العجينه تقلت عليه، وهعجن بالمعلقه كده. لحد العجينه كلها ماكلين معانا كده وتنعم. كده خلاص العجينه لمت واتظبطت معانا زي ما احنا شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هبدا احطها في الكيس اهو، كيس الحلواني اهو اهي، احطها في الكيس كده. وطبعا انا مجهزه الصينيه اللي هعمل فيها او الصاج اللي هتشتغلي فيه، وانا حاطه البلبله دي. طبعا ممكن تحط الساده، انا حاطه دي بس هي فيها سنه مكسوره هنا مش مشكله، هشتغل بيها عادي عشان دي اكبر بلبله عندي. وبجيب الصينيه او الصاج اللي هشتغل فيه. دلوقتي هبدا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده حسب الحجم اللي انت عايزاه، بخليه مسافه كده وببدا بس كده، ونبل صباعنا ميه ونظبط مكان القطع ده كده. وبكده خلاص هكون خلصتهم، وادي بقى الكميه اللي عملناها. هدخلهم الفرن على درجه حراره 180، بياخدوا من 20 ل 25 دقيقه، ونشوفهم بعد ما يطلعوا ان شاء الله. وده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن زي ما احنا شايفين. انا طلعت الصينيه دي وحطيت التانية، ادي التسويه بتاعتهم اهي، بسم الله ما شاء الله عليهم. هسيبهم يبردوا وبعد كده هنبدا نحشيهم مع بعض ونزينهم بالشوكولاته، وهنشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي هبدا احشيهم كده بسم الله. ممكن نحشيهم من هنا كده او من هنا اهي كده.
كده زي ما احنا شايفين. هو هش قد ايه. هكملهم بنفس الشكل ده كده وارجع لكم. ودلوقتي انا هسيح الشوكولاته اللي هنزين بيها. انا حاطه هنا ميه هسيحها على حمام بخار اهي. بس هحطها على النار عشان تسيح، عشان الكاميرا مش هينفع تروح على البوتاجاز. بس كده انا حاطه لها الميه تحت اهي بالليمونه عشان الكسرونه ما تغمقش. بنحط فيها نص ليمونه وهسيحها ونشوفها ان شاء الله واحنا بنزين. ودلوقتي هنزلهم في الشوكولاته اهي. انا مسيحاها على حمام بخار زي ما قلت. هعمل لهم كده اهي. وبكده نكون انتهينا من عمل الاكلير. جربوه ان شاء الله هيعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.